الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله يا الله لمن حمده. الله أكبر 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 الله أكبر. ما وقف الحديث بصعيد عرفات وباتوا بمزدلفة في أحسن مبات ورموا الثمار بنا تلك الجمرات. الله أكبر كلما ارتفع على الإسلام. الله أكبر كلما قيس بالبيت الحرام. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأولين على الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي على يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة فإن سعيك في الإسلام خير وبركة وفرحة وسرور. قال تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد لهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال إن الله قد أبدلكم مما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. وهذا اليوم يوم النحر هو من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. وذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ويوم القر. يوم النحر هذا اليوم ويوم القر هو اليوم الذي يلي هذا اليوم غدا لأن الحجاج يخرون فيه بالناس. واليوم أيها الأحبة
نتذكر جميعا قصة سيدنا إسماعيل مع سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الغلام، انظروا إلى هذا الشاب يعلم الشباب في هذه الأيام الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين. انظروا لما أخبره المولى تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وانظر ماذا ترى. انظروا إلى حال الشباب في هذه الأيام. لو أن أحد منهم تعرض لهذا الموقف لرمى والده بالتقريب ولرمى والده بالجنود، ولكن سيدنا إسماعيل وهو شاب يعلم الشباب الإحسان إلى الوالدين قال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الشاعر أرأيتم قلبا أمويا يتقبل أمرا يأتاه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه وتود الكلب ضراعاته ويعلم يقبله الله. فتوكل من ملأ الأعلى أرض وسماء وينادي الحق ورحمته سبقت بالفضل عطاياه طبقت الرؤيا فلا تحزن يا إبراهيم فتناه. سيدنا إسماعيل صارا بوالده، وكان سيدنا إبراهيم كان يبدأ من جنس العمل. سيدنا إبراهيم كان بارا بوالده. انظروا إلى سورة مريم واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا يا أبت كذا يا أبت يا أبت. كان يتحدث مع والده يأمره بالإيمان ووالده يأمره بالشرك والكفر والعياذ بالله. يتحدث مع والده لأنه يريد أن يدخله الجنة ووالده يريد أن يدخله النار. يتحدث مع والده بالعقل والرحمة ووالده يتحدث معه بكل طرق وعنف والعياذ بالله. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فكان الرجل الكريم يا إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. حفيظ الله. الحمد لله رب العالمين والمستهزئين والأغضان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا والسلام عليه وآله. أما بعد، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها. قالوا مما يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قال يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. وسيدنا اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يعلم الشباب عنه في كتابه الكريم في سوره الاسراء وما ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تكن لهما رزق ولا تنهرهما. ونحن في هذا اليوم العظيم كم نسمع من ابن عاصم كم نسمع من ابن ضرب والديه، كم نسمع من قتل اباه وامه والعياذ بالله. هل هذا من دين الاسلام اليوم الاحبه؟ اليوم تدخل الفرح وتدخل السرور على الوالدين والاقربين والمساكين والفقراء وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل كل واحد تشعر مالك اليوم قاطعيني تعمل اللي عليك قدام المولى تبارك وتعالى. ليس الواصل بالمكافئ وليس رسول الله ولكن اذا قطع الرحمن وصلها. هذا وخير وسلم على محمد الله والصلاه والسلام عليه. وقال كل سنه وملائكته وسلم على النبي
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات كما صلينا وسلم عليه وسلم ودعواتنا رب العالمين اللهم اجعل مصر لنا مسلما جميعا بالدعاء والرحمه والبركه والسلام